لن أغوص في التفاصيل لأنها لا تشفي الغليل. الشارع المغربي غير راضي بالمرة في ظل العقوبات التي فرضت على كل من المغرب والسنغال، مجاملة السنغال بهذه الطريقة. وكذلك ماذا عن موضوع غرامة 100,000 دولار في حق مدرب السنغال رائد فكرة الابتزاز الكروي ومهندس الفتنة في المباراة النهائية؟ هذا المبلغ أعتقد بأنه ضئيل وعادي جدا في حق هذا المدرب وما أقدم عليه، والذي أستغرب له كما استغرب الجميع بأنه نفس الرقم يسلط كعقوبة بالنسبة لإسماعيل سيباري. طبعا عديد علامات الاستفهام. ما الذي حدث؟ أعتقد بأنه حدثت هناك أشياء في الكواليس من أجل خلق توازنات إرضاء جميع الأطراف. ما نعرفه في النهاية بأنه المغرب يدفع فاتورة نجاحاته المتواصلة على اعتبار بأنه ربان وليدر إفريقيا. علينا أن نستخلص العبر، هذه هي الجملة التي علينا أن نرفعها كشعار في ظل ما رأيناه. موضوع جامعي الكرات، كذلك موضوع المنشفات، علينا أن نستفيد من مثل هذه الأمور لأنها ثغرات وجزئيات بسيطة قد تفسد أعراس كبيرة. ومن يستثمر هذه المشاهد بطريقة وبأخرى مع وسائل الإعلام الإسبانية هو رافائيل لوزانو رئيس الاتحاد الإسباني، الذي يقول بأنه إسبانيا هي من تمتلك الأدوات والتجارب حتى تستضيف نهائي مونديال 2030، وهو نسي أو تناسى ما حدث من غرق في الكامب نو في المدة الأخيرة. علينا أن نستثمر كل هذه الجهود لأننا نمتلك الأدوات لتحقيق ذلك. اليوم كرة القدم هي قوة ناعمة والمغرب كبير بأبطاله ونجومه. مسألة أن يكون هناك سفراء لكرة القدم المغربية من رموز في الكرة ووجوه إعلامية ووجوه فنية، لا، المواطنة يمتلك أدوات ليكون سفير للمغرب حتى يتحدث عن هذا الإشعاع من خلال محتوى هادف يصدر من خلاله قدرة المغرب على استضافة الأعداء. أنتم الرقم المهم والرقم البارز والمعادلة الصعبة. أتحدث هنا عن المواطن المغربي على اعتبار بأنه يتحدث بكل لغات العالم. أن يوصل هذه الفكرة بأن المغرب استثناء، يوصلها من خلال الثقافة المغربية والفكر المغربي والإرادة المغربية حتى نصنع الحدث ونتحول لعنوان ولنؤكد لإسبانيا بأننا الأفضل. تحياتي.